يا جماعة، تخيلوا معاي ست في 52 سنة عاشت حياة مستقرة مليونة حب وأمان، فجأة زوجها يموت، ومن بعدها تدخل في جحيم ما حدش يتخيله. اعترافات صادمة هي تخليكم تصدقوا إن الضعف ممكن يدمر أي حياة مهما كانت قوية. أنا سميرة، 52 سنة، اتجوزت وأنا 24 سنة. جوزي كان راجل طيب محترم، مهندس في شركة كبيرة. حياتنا كانت بسيطة لكن مريحة. خلفت منه ولدين، أحمد الكبير 28 سنة وكريم الصغير 25 سنة. ربيتهم على الدين والأخلاق. كانت بحاول أكون أم مثالية، اديهم الحب والرعاية وأعلمهم الصح من الغلط. جوزي كان بيحبني بجنون، كنا أصحاب وحبايب، بنخرج مع بعض، بنضحك، بنحكي، حتى وإحنا كبرنا في السن. كان دايما شايفني جميلة وشبه، يجيب لي ورد وهدايا من غير مناسبة، يقول كلام حلو كل يوم. كانت بحس إني أجمل ست في الدنيا، وكانت بدعي ربنا يديم النعمة دي. لكن قبل وفاته بسنتين بدأ يعاني من مشاكل في القلب، دخل المستشفى كذا مرة، كانت بدعي له يرجع بالسلامة، لكن في الآخر القلب خانه وتوفى وهو 56 سنة. كانت صدمة رهيبة، حسيت إن الأرض اتشالت من تحت رجلي، جزء مني مات معه. يوم الدفن وأنا واقفة جنب قبري، مش مصدقة إن الراجل اللي كان سندي وحبيبي وصاحبي راح ومش هيرجع تاني. عيطت لحد ما عيني وجعتني. الولاد حاولوا يقوموني، لكن أنا كانت منهارة. بعد وفاته حياتي اتقلبت. أول حاجة فقدتها الإحساس بالأمان. جوزي كان هو اللي بيحل المشاكل، بيأخذ القرارات، بيطمني. لما راح حسيت إني تايهة. تاني حاجة فقدتها العلاقة الحميمة. أنا طول عمري ست نشيطة في الموضوع ده، محتاجاه مش بس للجسد لكن كمان للقرب والحب. لما جوزي مات حسيت إن جزء كبير مني أتكسر، والفراغ جوايا مش هيتعوض. حاولت أصبر، قلت لنفسي ده قضاء وقدر، لازم أتحمل. في الأول كانت مشغولة بترتيب أمور البيت والورث، بركز مع الولاد. أحمد خلص الجامعة وبدأ يشتغل، كريم لسه بيكمل دراسته. الناس كانت بتعزيني، وبعدين راحت وبقيت لوحدي. بدأت أحس بالوحدة الحقيقية، ما فيش حد فأهمني. الناس بتقول ربنا يصبرك ويعوضك، لكن محدش فاهم أنا حاسة بإيه. عدت سنة والوحدة بتاكل في كل يوم. أحمد بيغيب في الشغل، كريم مشغول بالدراسة وأصحابه. حسيت إني عايشة في فراغ كبير، وبدأ الاحتياج الجسدي يزيد بشكل مش طبيعي. كانت بفكر في جوزي كل يوم، بفتكر اللحظات الحلوة. بعيت كتير لوحدي، والليل كان أصعب وقت. بنام على السرير اللي كانت أشاركه معاه، أحس بالفراغ. أمد أيدي ألاقي المكان فاضي، أحضن مخدته وأعيط. بفتكر صوته، راحته، لمسته. حاولت أشغل نفسي، بروح النادي، أعمل رياضة، أقرأ كتب، أتفرج على مسلسلات، أروح دروس دينية في المسجد، لكن كل ده ما كانش بيملى الفراغ. كانت محتاجة حد جنبي، حد يحسسني إني لسم ست، لسم عايش. صحابي وأهلي كانوا بيقولون لي أنت لسه صغيرة، لهي ما تفكريش تتجوزي تاني، لكن أنا رفضت الفكرة. حسيت إن مفيش حد هيعوض جوزي، وخائفة من رد فعل الولاد، خايفة يحسوا إني بخون أبوهم. في الفترة دي أحمد ابني الكبير بدأ يلاحظ إني مش على طبيعتي. كان بيسألني كل يوم أنت كويسة يا ماما؟ محتاجة حاجة؟ كانت بقوله كويس، لكنه كان عارف إني مش كويس. بدأ يقعد معي أكتر، يسهر معي، نتفرج على التلفزيون سوا، نحكي. كان بيحاول يعوضني عن غياب أبوه. أحمد ولد كويس، شغله كويس، بيساعدني في مصاريف البيت، وسيم وطويل، شبه أبوه في حاجات كتير. بنات كتير كانوا بيتقدموا له،
لكنه كان بيقول مش عايز يتجوز دلوقتي، عايز يركز في شغلي. أحمد بدأ يهتم بي بطريقة مش عادية، يجيبني حائجات من بره، يسألني عايز أكل إيه، يطمن عليا كل ساعة. كان بيحسسني إني مش لوحدي، إن في حد بيحبني وبيهتم بيا. مرة كنا قاعدين نتفرج على فيلم فيه مشاهد رومانسية، لقيت نفسي متأثرة وبدأت أحس بحاجة غريبة، ومن هنا بدأت القصة تأخذ منحى تاني خالص، منحى ما كانت تشو متخيله أبدا. يا جماعة، لو القصة دي شدتكم ونفسكم تعرفوا إيه اللي حصل بعد كده، والاعترافات الصادمة اللي هتخليكم تصدقوا إن الضعف ممكن يوصل لحد فظيع، اعملوا لأيك للفيديو دلوقتي، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ما تفوتكم مش باقي الحكاية المؤثرة دي. قولوا لي رأيكم في التعليقات، إيه اللي ممكن يحصل في موقف زي ده، وإزاي الست دي تقدر تخرج من الجحيم اللي عايشاه. تحبكم يا أغلى متابعين في الدنيا، ونشوفكم في الجزء الجاي. سلام.